شوية ورد حاجة بسيطة. عايز أقول عارف إن تاني يوم شغل، وعارف إن ناس كتيرة ممكن ما تكونش جت، والآباء ظروف خدمتهم بتزنقنا في الوقت، لكن بنشكر الدنيا. طبعا لازم أشكر صاحب النيافة الحضرة الجليل أنبا بولس. الحقيقة أنبا بولس في كل خدمة الشماسية والتسبيحة والألحان دايما مجرد إن أنا أبعت له مسج كده سيدنا كذا كذا بيرد عليا خلال دقيقتين ثلاثة، أروح رد عليا يقول لي اتكل على الله اعمل. فأنا بشكره إنه سبورت لينا كل الوقت. بشكره على حضوره النهارده. قداسة البابا تواضرس اداله مهمة تاني إنه يروح تورونتو اليومين اللي فاتوا دول كتير، ومع هذا قال لي يعني هحاول إن أنا أفضي وقت وآجي. فعلا إحنا متشكرين ليك يا سيدنا، متشكرين لحضورك حقيقي. معلش لو كان نفسي بيقطع شويه ولا حاجه، المجهود كتير قوي اليومين اللي فاتوا دول والشهر اللي فات والسنه اللي فاتت، فمعلش سامحوني. ان شاء الله السنه اللي جايه واللي بعديها. طبعا بشكر كل حقيقه اصحاب البيزنس حقيقي واللي وقفوا مع الخدمه كبيره جدا، ومحتاجه كان فعلا محتاجه انه الناس سبورت خدمه. واخص بالشكر طبعا جمعيه الغنى القبطيه وعلى راسها الدكتور سعد. متشكر جدا يا دكتور سعد. البيزنس اللي وقفوا مع الخدمه وعرضوها، بشكرهم جدا جدا جدا. طبعا لازم اشكر طبعا الفنانين العظام الموجودين دلوقتي، واسمحوا لي ان انا اوديهم بالاسم يعني حقيقي تعبوا معانا جدا. طبعا ايتر، عارفين طبعا كلكم ايتر. دكتور فادي وجبنا لنا مجموعته. طبعا دي بس مش مجرد فنانه بتعزف، لا، صوتها جميل جدا. وقعدنا مره بنتناقش في القداس الباسيلي، وكنا بنقرا رساله نتناقش في رساله الماجستير بتاع الدكتور ميشيل جباره. هي حافظه القداس الباسيلي كله بتاع الاب الكائن، حاجه يعني بنشكرها شيري. جاي برضه مخصوص لما عرفت وشافت الحفل اللي قدمناه السنه اللي فاتت مع الدكتور ميشيل والمعلم ابراهيم علي، قالت لازم اكون معاكم المره. متشكرين جدا يا شيخ. جوليانا طبعا، جوليانا روبين طبعا انتم تشوفوا من كل الناس. طبعا بشكر كل اخواتنا الممبر بتوع القرآن حقيقي. انا تعبتهم جدا يعني، هم يسامحوني شويه عشان كنتوا بتوسطوا ويسامحوني يعني تقلت عليهم. كنت لازم ادخل العنصر الولاد الصغيرين عشان نبتدي نطبقهم مع اخواتهم اللي موجودين. ونشكر ربنا ان هم النهارده كانوا
طبعا اخويا المعلم لؤي، ده يعني هم طبعا كلهم اروع من بعض، يعني الدياكون بيترو والدياكون وائل فاضي باشمهندس بيتر اللي سابنا وراح فلوريدا، يعني كلهم حقيقي انا مش بجاملهم، بس هم حقيقي تعبوا معايا جدا 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 واكثر مني 1000 مره. طبعا انا شكرت كل الناس وسبت واحد، اصل الكتاب المقدس بيقول لك ايه؟ الاخرون اولون والاولون اخرون. طب مين هو؟ يعني الخادم العظيم حقيقي الدكتور بروفيسور ميشيل حلمي. لا تتخيلوا اول معرفتي بيه كان في ايام الكوفيد، وكنت الفكره في دماغي، وحتى ساعتها كنا لسه بننشئ جزء ايروف هنا في الكنيسه. جزء ايروف ابتدى من كنيسه مدينه، وسيدنا صمم لما لقى التالنت بتاع المجموعه حلو قوي قال لي لازم يتعامل مع الكروشيه. فبتكلم مع المعلم ابراهيم عياد واخويا ومعلمي، قال لي خد نمره الدكتور ميشيل وكلمه حالا في انجلترا. انا ما كنتش اعرف الدكتور ميشيل، واول ما اتصلت بيه الكيمياء بتاعتنا راحت مع بعض. ومن اللحظه دي الدكتور ميشيل اخويا الكبير وصديقي، وانا ممنون ليه بحاجات كتيره جدا 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 غير الالحان. في حاجات كتيره، هذا الانسان خادم عظيم يعرف وعلمنا واحنا في السن ده يعني ايه. متشكر جدا يا دكتور ميشيل.